السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عايزة أقول لكم وحشيني كتير جدا جدا، وكل فيديو بتوحشوني فيه والله أكتر من اللي قبله. وكمان مش هقول لكم صباح الخير، هقول لكم مساء الخير، لأن احنا خلاص العصر أذن دلوقتي، يا دوبك صليت وفتحت الفيديو على طول. مبدئيا كده الفيديو النهارده عشان ارد على اسئله بعض الناس. كل شويه يجيلي مثلا، هم حبايبي طبعا كلهم، يعني مش هم ما بينتقدونيش ولا حاجه. أه لما بيكون عندي فيديو بعتذر، بحاول اجيب لكم اضاءه كويسه، مش عارفه يعني. عماله بلف لكم الموبايل كده او كده عشان اجيب لكم اضاءه كويسه، بس معلش استحملوني. انا دايما التصوير بتاعي بشع. بصوا بقى، ناس كتير جدا بتعلق لي انت ليه بتشتغلي كل الشغل ده؟ طب جوزك فين؟ طب ليه جوزك ما بيساعدكيش؟ جوزك مش موجود معاكي ليه في الفيديوهات؟ ناس كتير جدا جدا او كومنتات كتير جدا بتسألني نفس السؤال ده. طيب انا النهارده هرد عليكم، هرد على كل اسئلتكم، لكن انا ما طلعتش النهارده عشان ارد على الاسئله بالاخص يعني، لا ده انا لقيت حد معلق في الفيديو اللي انا كنت عامله فيه بقول ان انا ما طلعتش، ان انا بقالي يومين او حاجه ما دخلش عند الطيور، ولما كانوا وحشيني جدا والزرع كان وحشني جدا. انا طبعا معلش الدبان عشان انا في مكان مفتوح، فاكيد بقى هتشوفوا دبان وهتشوفوا حاجات كده. لما جيت لقيت في سؤال، واحده كاتبه كومنت يعني بتقول لي طب انت تعبانه ليه جوزك ما بياكلش الطيور وما بيشوفش الزرع وبيشوف الحاجه مكانك؟ النهارده هرد عليكم وهرد على اسئلتكم وهرد على كل حاجه، لكن في حد رد بالنيابه عني. في حد رد بالنيابه عني. او واحده ردت على الكومنت قالت هي منفصله، هي مطلقه اصلا، انا اعرفها معرفه شخصيه وهي مطلقه. طبعا انا استغربت قوي. راحت ردت واحده عليها في نفس الكومنت قالت لها معقوله يعني هي مطلقه؟ طب ليه ما بتقولش؟ واحده تانية ردت قالت لا ده هي ما بتحبش تعرف حد حاجه. قعدوا بقى عملوا الكومنت ده حكايه واقول لكم ايه. لقيت الكومنت ده، انا كنت سايباه كان امبارح. افتحي بعيد اهو. انا كنت سايباه الكلام ده كان امبارح تقريبا كده الساعه 12 بالليل. شفت الكومنت امبارح الساعه 12 بالليل، نمت وقمت لقيت الكومنت الواحد ده بقى 36 رد او 36 كومنت. طيب ال 36 كومنت دول، لا 36 كومنت دول فيهم ايه؟ اكتر كومنت يعني كان فيهم واحده بتقول هي اصلا ما بتحترمش متابعينها، والمفروض تعرفهم ان هي منفصله، او ان زوجها مش موجود معاها، وان هي بتربي بس هما ما بيحترموش المتابعين بتوعهم. ده اكتر كومنت خليني ارد عليكم النهارده والله العظيم. الكومنتات طبعا لسه موجوده وانا ما حذفتهاش. بصوا يا جماعه الخير، مبدئيا كده انا محتوايا، لا مش مغطيه، انا محتوايا روتين. محتوايا على القناه دي روتين، تمام؟ روتين. طبعا بحبكم جدا، بحب متابعيني جدا جدا فوق مما تتخيلوا والله العظيم. اصل بحسهم ان هم اخواتي التانيين، يعني هم اخواتي وعيلتي فعلا اللي بشوفهم كل يوم. يمكن انا عيلتي الحقيقه انا ما بشوفهمش، يعني والدي ممكن اقعد شهر ما اشوفوش، اخواتي ممكن اقعد بالشهر والشهرين والثلاثه كمان ما اشوفهمش لضغط الشغل اللي انا فيه. طيب انت ليه ضاغطه على نفسك في الشغل كده؟ ليه جوزك ما بيساعدكيش في القناه؟ ليه ما بيطلعش معاكي مثلا في الروتين؟ ليه في تنظيف الطيور ما بيطلعش ينظف معاكي عند الطيور؟ ليه؟ هقول لكم حاجه. انا اولا انا مش منفصله، ماشي؟ عشان برضو ان الست اللي كتبت هي منفصله وهي تعرفني معرفه شخصيه، هي ما تعرفنيش او تعرفني وبتالف من عندها. انا مش منفصله، انا متزوجه ومتجوزه من زمان، يعني مش من النهارده ومش من امبارح ومش من سنه، لا ده من سنين يعني. متجوزه ومعايا اطفال الحمد لله رب العالمين وكل حاجه يعني. بس ان زوجي اولا، يعني ان زوجي يظهر معايا في الفيديوهات هو مش حابب، فدي حريه شخصيه ليه. ما ينفعش انا اجي مثلا اقول له لا تظهر غصب عنك، او هتيجي معايا في الفيديوهات غصب عنك، لا انا ما هو حر.
يعني هي حريه شخصيه ليه ان هو مش حابب يطلع في فيديوهات، خلاص خلاص هو حر. دي حاجه. تاني حاجه، ليه ما بيساعدكيش في تنظيف الطيور وتنظيف تحت الطيور، وليه ما بيساعدكيش في الفيديوهات، وليه ما بيساعدكيش في تنظيف البيت لما كنت بتنظفي البيت، وما بيساعدكيش ليه لما بتدخلي تعرفي الطيور والحاجات دي كلها؟ بصوا يا جماعه الخير، اولا اللي بيحب شغله ما بيستناش مساعده من حد. اولا كده انا يعني انا اتعودت ان انا اكون مش محتاجه مساعده من حد، دي رقم واحد. ماشي، انا مش محتاجه مساعده الحمد لله. يعني اللي هو بدل ما اقول مثلا لحد من الولاد او زوجي او حد تعالى اعمل معايا كذا، اكون انا عملتها خلاص. بدل ما اقول مثلا تعالوا نضفوا معايا تحت الطيور وهيجوا هلاقي نفسي اتعطلت لاني مش هيعملوا اللي انا عايزاه. ده رقم واحد. تاني حاجه، هيفضلوا ده يقول خلي ده يعمل وده خلي ده يعمل وده خلي ده يعمل، هلاقي الدنيا اتلخبطت قدامي وهلاقي نفسي اتعطلت. نفصل دقيقه بس لما العربيه تعدي. بعتذر، صوت كان حد بيذيع على حاجه وكان صوته مزعج. نرجع تاني لكلامنا. انا زي ما قلت لكم، انا يعني ولادي حتى لو قلت لهم تعالوا اعملوا حاجه ممكن يتخانقوا مع بعض. ده يقول لك خلي ابنك ده يعمل، لا خليه هو يعمل، لا انا مش هعمل ده. عفوا، اشمعنى انا وهو؟ زوجي ملوش في تربيه الطيور، تمام؟ هو مش حابب كده، يعني هو مش حابب كده، فهو حر. هو حر، يعني كل واحد حر. ما ينفعش انا اغصب عليه واقول له لا تعالى اعمل للطيور غصب عنك، تعالى اروح اكل الطيور مثلا. في رجاله ما شاء الله عليها بتعمل، يعني في رجاله بتعمل، وطبعا ده ما يقلش منها ابدا. في راجل تلاقيه يروح السوق ويجيب خضار ويجيب كل حاجه ناقصه البيت ويجيب ويتسوق عادي جدا. في راجل بيدخل المطبخ وبيطبخ عادي جدا. في راجل ممكن ينظف او يساعد مراته في تنظيف البيت برضو على دماغي من فوق. في راجل ممكن يربي طيور عادي وياكلها وينظف تحتيها، والشغل مش عيب طبعا. لكن جوزي انا ملوش في كده، يعني انا جوزي ملوش في كده، فهو حر. يعني هو حر. عمري ما اقول مثلا لا تعالوا ساعدوني، لا تعالى شيل مثلا. مش كان هو حابب يعمل حاجه زي كده. هقول لكم حاجه، يعني انا عايزه ابسطها لكم كده برضو وايه، وبرضو يعني هو ما ندخلش برضو في حاجات كتير قوي. بصوا، اللي مش حابب يعمل حاجه لوحده، اللي مش حابب منه لنفسه يعمل الحاجه، ما فيش حد يقول له اعملها. ليه بقى؟ اصل رقم واحد، انا بربي طيور مثلا وانا مش حباها، انا بقى مربيها عشان مشروع وخلاص، فانا مش حباها مثلا، عمري ما هوريها صح، وعمري ما هخاف عليها، وعمري ما هعرف فيها ايه. يعني فرخه مثلا ما اعرفش اذا كانت تعبانه ولا لا، مات ما اعرفش ايه سبب موته، مش هعرف عنه حاجه غير لما اكون انا حباه. فانا داخله كل يوم ادور في الطيور، اشوف فيها حاجه، ادور في الفراخ، عارفه عطشانه، عارفه لا اعمل لها وصفه كذا، فراخ عمرها كذا تاكل النهارده علف ايه، اخلط لها امتى، وهكذا. فهو مش حابب موضوع الطيور، ما ملوش فيه مثلا، هو ملوش في موضوع الطيور، تمام؟ يبقى هو خلاص مش غصب عنه انا هطلعه على القناه، ومش غصب عنه برضو انا هقول له روح اكل الطيور. ومش انا عايزه اقول لكم في واحد ممكن يقف يصور مراته عادي جدا، يعني مراته بتشتغل روتين، بتعمل روتين، وطبعا ناس محترمه جدا، مش ناس اي كلام. لا انا جوزي لا، ما ينفعش اصلا اقول له ممكن تصورني يعني او صورني، لا ملوش علاقه هو بالقصص دي. يعني مبدئيا كده هو ملوش علاقه. طب هو المفروض ان هو يساعدك، تمام؟ انا احيانا ببقى عايزاهم يساعدوني والله. بس برضه هرجع واقول القطة. طب اخلص الفيديو الاول بعد كده نحكي قصه الزرع. طب اخلص الفيديو الاول. فما شاء الله يعني ايه، في ناس بتعمل ما شاء الله عليهم، ربنا يقويهم ويزيدهم ويعملوا، والحياه مشاركه زي ما بنقول كده، والدنيا مشاركه وكل حاجه. احيانا انا ببقى تعبانه ومش قادره اعمل، بس مش بعتمد على حد بصراحه، ما بعتمدش على حد، انا مش بعتمد على حد، دي حاجه. اما جوزي موجود ومعايا ولاد الحمد لله. حاجه تانية كمان، شغلي خاص بيا انا اللي بعمله. جوزي ليه شغل تاني ملوش علاقه بالطيور يعني. بس برضو هرجع اقول لكم مثلا عربيه الكتاكيت جايه وانا مش موجوده، ممكن ينزل هو الكتاكيت عادي. عربيه الكتاكيت جايه تقف في مكان بعيد لاني مش طالبه منها كميه، فهو بيروح بالعربيه يجيب الكتاكيت عادي جدا.
حد احتاج كتاكيت مثلا وانا مش فاضيه، فهو بيودي عادي، بيجيب عادي، وهكذا يعني. حد محتاج كتاكيت مثلا في مكان بعيد عن الشرقيه، او في الشرقيه برضو بس في مكان بعيد عني، بيروح يوصله عادي، بيروح يوديها عادي، بيشوف حد يودي لي حاجتي عادي، مفيش مشكله خالص. لكن شغل البيت، الطيور، الروتينات، شغل البيت عامه كله، وتصويري وروتيني وشغل الطيور، تنظيف تحت الطيور، كل حاجه كل حاجه دي بتاعتي انا، ملزومه مني انا اللي عاملها. طبعا انا مثلا لو جيت في يوم قلت لا طب انا تعبانه ومش قادره، هيقول لي خلاص ما تعمليش، يعني ما تربيش، ايه اللي غصبك انت، ما تربيش، ما تشتغليش في الفراخ، اقعدي ارتاحي. فانا مش حابه كده، فبقى لا تعبانه معلش هتعب شويه وهقوم اكمل شغلي تاني، مش مشكله، كل الناس بتتعب وده وارد وعادي جدا. اما بقى بالنسبه للشغل، انا رديت في نقطه ان جوزي موجود وعندي اطفال الحمد لله، يمكن كلكم عارفين ولاد عندي ما شاء الله يعني. حته بقى الشغل، انا طول عمري بحب الشغل، انا طول عمري عمليه جدا من قبل ما اتجوز، مع ان انا متجوزه صغيره، يعني متجوزه عندي 17 سنه، متجوزه عندي 17 سنه ل3 شهور بالظبط. طول عمري كنت بحب الشغل، حتى قبل ما اتجوز كنت صغيره، يعني اعتبر طفله، يعني 15 سنه و14 سنه و13 سنه، دول اطفال يا جماعه الخير، يعني تحت ال 18 سنه دول اطفال. انا كنت طول عمري بشتغل، يعني بحب الشغل طول عمري. بسافر مع بابايا، كان فتح بورصه، مسك بورصه الشرقيه كلها، اسافر مع بابايا المزرعه دي، واسافر مع بابايا واجيب فراخ واربيها لحسابي، واجيب فراخ واربيها انا واخويا اقول له تاجر المزرعه دي وانا هوليها لك، مالكش دعوه، يتاجر مزرعه وملوش اي علاقه، انا اطهر وانزل فراخ واربي فراخ وابيع واخلص كله. واخويا يجي على قد ان احنا نتحاسب وخلاص على كده. هو اجر لي المزرعه وسابها، انزل كتاكيت او هو ينزلهم معايا، اطهر المكان وافرش الفرشه واكل الفراخ. كنا بننزل فراخ وش نبيعه على عمر شهر او 45 يوم، فراخ بلدي حر كان. اخلص الدوره لحد عمر 45 يوم، هو ما يعرفش عنها حاجه، اجي اتصل اقول له طب يلا عشان هنبيع. ده انا كنت صغيره جدا، كان عندي 13 سنه و14 سنه، وكنت بتحمل مسؤوليه مزرعه كامله. اخويا يشوف الفيديو ده طبعا ويشهد ويقول كمان. فالحمد لله طول عمري في السوق، طول عمري بشتغل الحمد لله رب العالمين. ما يتخافش عليا يعني الحمد لله. بس فانا مكمله معاكم بقى في الروتينات. حبيت بس اجاوب عشان انتوا لكم حق عليا، زي ما هي قالت، الاخت اللي ردت وقالت هي هما اصلا خبثه وما بيحبوش يعرفوا حد عنهم حاجه، وهي منفصله مش عايزه تقول. لا يا جماعه الخير، انا مش منفصله، انا متزوجه ومعايا اولادي ربنا يخليهم لي يا رب. ويا رب اكون قدرت ارد عليكم في فيديو، يا رب تكون الصوره واضحه. فيديو بسيط انا عارفه مفيهوش شغل مفيهوش حماس، لكن باذن الله استنوا مني فيديو بكره ان شاء الله قوي جدا جدا جدا. كمان عايزه اقول لكم برضو ان انا هحكي لكم بكره باذن الله في الفيديو بتاع بكره، ان انا اول ما اتجوزت برضو كانت الحياه صعبه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. تمام، اتجوزت كان الحاله صعبه. اولا كمان يمكن جوزي اتعود ان هو ما يشيلش مسؤوليه الحاجه قوي، عشان هو كان بيسافر بره، او كان بيسافر في بلد عربيه، فقعد 10 سنين او 11 سنه من اول ما انا اتجوزت كان مسافر بره. كنت انا شايله مسؤوليه كل حاجه بقى، يعني مسؤوليه كل حاجه حرفيا. ف بكم باذن الله الفيديوهات اللي جايه هتحبوها قوي وهتحبوها اكتر واكتر. بعتذر على الاضاءه او التليفون بتاعي اللي مش حلو. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، يا رب اكون جاوبت لكم على كل اسئلتكم وكل اللي سالتوني فيه، وما اكونش نسيت يعني حاجه ما قلتهاش. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.